هاتكلم عن الeating disorders. هاتكلم على 2 من الeating disorders. ده الفيديو ده هاتكلم على الأنوركسيا نيرفوزا، اللي هي فكرة إن أنا باقعد أعد أوي كالوريز علشان ما أزيدش عن عدد معين، إن أنا أقعد اليوم كله مثلًا باكل جزرتين، أو إن أنا هاقعد اليوم كله هاشرب مَيّة بس، أو إن أنا أقعد أأنِّب نفسي جامد أوي علشان أنا مثلًا كلت شوكولاتاية. الفكرة إنه ده نوع من أنواع الOCD اللي هو الوسواس القهري. الوسواس القهري بمعنى إنه أنا عندي obsessive thought إنه أنا ما ينفعش أزوّد الكالوريز، لأنه لو زوّدت الكالوريز الدنيا هتفرط مني. لو زوّدت الكالوريز فعلًا، لو حصل إن أنا كلت حاجة مش في مكانها بييجي لي اضطراب، باحس إن أنا distressed بشكل مبالغ فيه جدًا، فباحتاج إن أنا أهدّي الdistress ده أو إن أنا ما أتعرضلوش تاني، فI make sure المرّة الجاية إن أنا مش هاوصل لحاجة زي كده أبدًا. في حاجة اسمها assessing my distress level exercises. أنا باحب أعمل exercises عشان أطبّق الكلام ده على حياتنا ما يبقاش كلام نظري. هتشوفوا الورقة دي on الscreen. عايزاكِ تشوفي أو عايزاك تشوفي، ده عادةً حاجة بتيجي للستات أكتر من الرجالة شوية. عايزاكِ تشوفي كده الstress levels بتاعتِك بيبقى شكلها إيه، وأنتِ هتاكلي حاجة معينة أنتِ خايفة من number of calories بتاعتها، وبعد ما تاكليها الstress levels بيبقى شكلها إيه. عايزة أتعلم أبقى أوكي بالstress، هاعرف أتعايش بيه ولو ل5 دقايق.